تروح فين بالقرشين اللي معاك؟ عايز تستثمر بس مش معاك مبلغ كبير تبدأ بيه. عندك مصاريف في المستقبل هتحتاج منك مبلغ كبير ومش عارف هتديرها ازاي، او قلقان بعد ما تطلع معاش هتصرف منين، وكمان انت مش عارف هتلاقيها منين ولا منين. التضخم اللي بياكل في قيمة الجنيه، ولا خفض الفايدة اللي بيخلي العائد على الشهادات اقل. طيب دلوقتي ذهب ولا اسهم ولا سندات ولا بورصة؟ طب ايه رأيك لما تستفيد من كل ده مع بعض وتقلل المخاطر على فلوسك؟ الحل هنا في صناديق الاستثمار. حتى لو مش فاهم ازاي تدير فلوسك هتقدر تستفيد منها وتخليك تشارك في ادوات زي الاذون والسندات والذهب وكمان الاسهم، ومن غير ما تدخل نفسك في تفاصيل. بس يعني ايه صندوق استثمار اصلا؟ وتبدا بكام؟ وازاي تعرف تختار بينها وبين الشهاده او الذهب؟ انا محمود طولان، والنهارده هنتكلم عن صناديق الاستثمار ضمن رحلتنا مع الاستثمار، وهنعرف الرابط بينها وبين الامان المالي. في البداية يعني ايه صناديق استثمار؟ هقول لك مثال عشان الفكرة توصل لك ببساطة. لو انت واصحابك حطيتوا فلوسكم مع بعض في صندوق واحد، وده بدل ما كل واحد فيكم يدور يشتري ايه وشوية يخسر او يكسب لوحده، فرحتوا قررتوا تجيبوا خبير يدير الفلوس اللي في الصندوق. الخبير ده اسمه مدير الصندوق، والمدير بياخد الفلوس دي ويقسمها على كذا حاجة بيشغل الفلوس فيها. يعني المدير ده ما بيحطش الفلوس كلها في حاجة واحدة، لانه بيقسمها على كذا أداة استثمار، وكل اللي مشتركين في الصندوق بياخدوا ارباحهم بشكل متساوي. يعني مثلا لو ارباح الصندوق 10%، فاللي حاطط 10000 جنيه هياخد 10%، واللي حاطط 200000 هياخد برضه 10%. يعني اهم ميزه ان مش لازم تبدا بمبلغ كبير، ومش هتدير بنفسك لان في مدير متخصص بيدبر لك فلوسك. هي دي ببساطه فكره صندوق الاستثمار. طب هو مدير الصندوق ممكن يكون بيشغل الفلوس دي في اشكال زي ايه؟ جزء من الفلوس ممكن يكون بيحطه في اذون خزانه، ودي زي ما تكون كده انت بتسلف الحكومه فلوس لفتره قصيره والحكومه تديك عليها فوائد. وجزء تاني بيحطه في سندات، ودي نفس الفكره بس بتكون لمده اطول زي قرض طويل المدى. يعني لو استثمرت 10000 جنيه في سند، ممكن تاخد عائد ثابت متفق عليه من الاول كل سنه، وفي نهايه المده بيرجع لك اصل المبلغ. يبقى كده فلوس الصندوق ممكن تشتغل في اذون خزانه او سندات. والحاجه الثالثه هي الاسهم. الاسهم بتكون عباره عن انك بتشتري جزء صغير من شركات كبيره في البورصه، زي بالظبط انك تمتلك 1% من محل ناجح. لو المحل كسب فانت بتكسب معاه، ولو خسر فانت بتخسر. واخر حاجه ممكن مدير الصندوق يستثمر فيها هي الذهب. ممكن المدير ده يحط نسبه بسيطه في الذهب، وده بيكون انك بتستفيد من شراء جرامات ذهب بتحفظ قيمتهم مع الزمن، بس من غير ما تدفع مصنعيه ولا تقلق من التخزين. وهنا نيجي لمميزات الاستثمار في الصناديق. اهم حاجه بتحققها لك هي السيوله، لانك وقت ما تعوز فلوسك بتاخدها، سواء بدوس على ابلكيشن البنك او باختار المسؤول عن محفظتك. هي دي بمنتهى البساطه فكره صندوق الاستثمار. وعلى فكره في ناس شبهته بطبق الكشري، يعني بيقولوا ان الصندوق على سبيل المثال فيه رز وعدس ومكرونه، لو حاجه منهم غليت من المكونات دي او قلت الباقي بيعوضك، وبتكمل الاكل عادي وبتشبع برضه. يعني مش كل اكلتك متوقفه على مكون واحد بس. المهم بقى انهي نوع صندوق يناسبك، ولو انت من بتوع المخاطره قصاد انك تحقق ارباح كبيره تروح لانهي صندوق، ولو انت من بتوع الامان تروح فين برضه. تعال ناخدها صندوق صندوق. اول نوع هو صندوق سوق المال او النقدي، وده لو انت عايز فلوسك تفضل في امان بنسبه مخاطره قليله وتقدر برضه تسحبها بسرعه يوم ورا يوم. يعني الصندوق ده شبه دفتر التوفير كده في البريد او البنك. الفرق بس ان العائد هنا بيكون اعلى شويه وبيتحرك مع السوق. فمثلا لو معاك 20000 جنيه وحاططهم في صندوق نقدي، كل يوم الفلوس دي بتشتغل في اذون خزانه وودائع قصيره، وتلاقي في اخر الشهر نازل لك عائد محترم، ومن غير ما فلوسك تتربط سنين زي الشهادات اللي بتتربط 3 و5 سنين. طب لو انت مش مستعجل على فلوسك وعايز عائد ثابت واطول شويه، يبقى صندوق الدخل الثابت هو الانسب. الفلوس هنا بتروح لسندات طويله الاجل، يعني العائد ثابت لكن لازم تستنى مده اطول عشان تسحب. يعني مثلا لو انت معاك 10000 جنيه وقررت تديهم لحد فاتح محل بيشتغل بيهم، وقال لك انا محتاج الفلوس دي 3 سنين، وكل سنه هديلك 2000 جنيه ثابته، وفي نهايه المده هرجع لك اصل المبلغ كله. ايه اللي حصل هنا؟ انت ضمنت ان كل سنه في دخل ثابت داخل جيبك، مش فارق بقى المحل باع كتير ولا قليل، لا انت متفق من الاول على مبلغ محدد. ده نفس بالظبط اللي بيعمله صندوق الدخل الثابت، بياخد فلوسك ويحطها في سندات طويله المده، سواء بقى للحكومه او للشركات الكبيره. السند هنا بيحدد من البدايه ان كل فتره هتاخد فوائد بمعدل ثابت، وفي الاخر بيرجع لك اصل فلوسك وكمان العوائد اللي اتفقت عليها. فالميزه هنا ان العائد معروف من الاول وبيفضل ثابت، لكن العيب
ان الفلوس بتتربط فتره اطول ومش بتقدر تسحبها بنفس سرعه صناديق سوق المال، والعائد في النوع ده عاده بيبقى اعلى شويه من شهادات البنك، لكن في نفس الوقت اقل من صناديق الاسهم. لكن لو انت بقى قلبك جامد وعندك استعداد تغامر شويه، هنا يجي دور صندوق الاسهم صاحب العائد الاعلى، لان اكيد هاي ريسك هاي ريتيرن. هنا بقى انت عامل زي انك شريك في محل، لو كسب هتكسب معاه ولو خسر هتخسر. فنفس الحكايه هنا، مدير الصندوق بيشتري اسهم شركات كبيره في البورصه، يعني لو شركات الاتصالات او الاسمنت او غيرها طلعت ارباحها، الوثيقه بتاعتك بتكسب. لكن لازم تبقى عارف ان في يوم مكسب كبير وفي يوم تاني ممكن خساره صغيره. كل ده بيخلي العائد اعلى من الصناديق النقديه والدخل الثابت، لكن طبعا في مخاطر اكبر. طب لو انت من اللي راسهم والف سيف ان الذهب اضمن حاجه ومفيش امن منه استثمار، بس انت شايل هم المصنعيه والتخزين، هنا بقى صندوق الذهب حل المشكله دي. انت بتشتري وثيقه قيمتها بتتحرك مع سعر جرام الذهب، يعني لو الذهب في مصر عالي 30% في السنه، وثيقتك بتزيد بنفس النسبه تقريبا ومن غير ما تشيل في البيت ولا تدفع مصنعيه. المهم تعرف ان سعر الوثيقه بيتغير مع السوق، وممكن تبدا ب 10 جنيه وقت الاطلاق لاول الصندوق، لكن القيمه دي بتتغير بعد كده. يعني ست البيت لو شلتي على جنب 100 جنيه ولا حاجه، عندك فرصه تبداي استثمار وتكبريها. طيب لو معاك 1000 جنيه بس وعايز تستثمر في اسهم وسندات وتشيل كمان جزء في البنك ودائع، هنا ال1000 جنيه مش هتكفي كل ده، فالحل بيكون في الصندوق المتوازن. الصندوق ده بيقسم فلوسك نصين تقريبا، جزء بيتحط في ادوات امنه زي الاذون والسندات وبيديك استقرار وعائد ثابت نسبيا، وجزء تاني بيتحط في الاسهم عشان تستفيد من فرص النمو والارباح الكبيره. يعني باختصار مش بتمشي ورا اتجاه واحد بس، لا بتستفيد من الاثنين مع بعض. ودلوقتي مهم تعرف ان الاشتراك في صناديق الاستثمار بيكون عن طريق جهات مرخصه ومعروفه بس، يعني تقدر تشترك من خلال البنوك زي البنك الاهلي وبنك مصر وسي اي بي والبركه، او شركات اداره الاستثمار المرخصه من هيئه الرقابه الماليه، ودي بيبقى عندها سجل واضح وصناديق معلنه على موقع البورصه. ولو هتستخدم تطبيق او وسيط رقمي زي ثاندر او فوري او غيره، لازم تتاكد انه شريك رسمي للصندوق ومسجل في هيئه الرقابه الماليه. الموضوع ده مهم جدا، لانك لو رحت لوسيط مش مرخص ممكن تلاقي نفسك دفعت فلوس لشركات وهميه وبعدها فص ملح وداب. طيب خلينا نبقى عمليين اكتر. لو عايز تبدا في صندوق سوق مال بسيوله يوميه، هنا تقدر تروح بنك زي سي اي بي وتشتري وثيقه في صندوق اسمه اصول. الحد الادنى وثيقه واحده بس، وتقدر تشتري وتسترد يوميا من غير ما فلوسك تتربط لسنين. ولو عايز صندوق اسهم تقدر تشترك من فرع البنك برضو او حتى من التطبيق، بس هنا الاسترداد بيكون اسبوعي. ولو هدفك تحوط بالذهب، في صندوق سبائك من بيلتون ايفولف وكمان البنك الموزع زي البركه، وممكن تبدا ب 10 جنيه بس. والموضوع بسيط جدا، اي حد معاه رقم قومي وحساب بنكي يقدر يدخل الصناديق دي. اول حاجه هتختار النوع اللي يناسبك، وبعدين هتروح الفرع او تستخدم التطبيق لو البنك بيدعم اونلاين، وبعدين تشتري الوثائق، وبعدها تتابع سعر الوثيقه كل يوم على موقع البنك. بس عيوب الاستثمار في الصناديق دي، عشان برضو تكون عارف انك محتاج تصبر شويه عشان تحكم على تجربتك، فكل ما تستنى اكتر كل ما تكسب اكتر. وتاني عيب ان مصاريف اداره الصناديق دي بتتاخد مقدما، سواء حقق مكسب عالي او قليل او حتى ما حققش مكسب خالص. بس هنا المصاريف دي مش بتاكل من ارباحك، وده عكس الشهادات، لان اداره الصندوق بتاخد نسبه ثابته متفق عليها وبترجع لك اي ارباح بيعملها الصندوق. يعني لو استثمرت 100,000 بفايده 10%، لو حطيتهم في شهادات البنك ممكن يطلع عليهم فايده 25%، هيديك كده 10% وهياخد 15%. لكن لو حطيت الفلوس في صندوق استثماري، البنك هياخد 4% المتفق عليها ويديك 21%. يعني العيب هنا انك ما بتكونش عارف انت ممكن تكسب كام، بس ده مش معناه انك هتخسر دايما. ابحث كويس وافهم وتعلم وابدا صغير وجرب، ومع الوقت هتفهم اكتر وتبني استثمارات بخطوات صح. وخليك معانا في رحله الاستثمار مع الرابط عشان نكمل الحلقه الجايه في ادوات الاستثمار وتختار اللي يناسبك ويحافظ على فلوسك. ودلوقتي قول لنا لو انت اقتنعت بصناديق الاستثمار وانهي نوع قررت تجرب فيه. قول لنا رايك في التعليقات وما تنساش اللايك، وكالعاده شير الرابط.